أول دخولي إلى المستشفى الشفاء بعد اللي صار معنا في رحلة الاعتقال. صراحة أنا مصدوم جدا 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 من حجم الدمار اللي أنا شايفه. أنا طلعت من المستشفى بعد أيام من دخولها، لأنه كنت على سرير المرض كما كان سبق وحكيت. لكن لما طلعت ما كان الواقع بالمشهد اللي أنا شايفه. هذه الساحة كانت أصلا هي جزء من مقبرة للشهداء اللي استشهدوا فيها. كانت الساحة كلها يعني مقلوبة رأسا على عقب. الدبابة، أنا في دبابة كانت موجودة هان، ودبابة ثانية كانت موجودة هناك. ولما طلعنا أنا جيت من تحت من مبنى الكلى، وكان هذا المبنى مبنى الاستقبال والباطنة ما كان بهذا الشكل. مبنى التخصصات والجراحات ما كان بهذا الشكل. أذكر لما طلعنا اجيت، وأول لحظة من لحظات الاعتقال كانت في هذا المكان، واصطحبوا بعدها اجى الناقلة، ودخلنا في الناقلة وطلعنا وبدأت رحلة الاعتقال. وهاي اليوم الحمد لله رب العالمين برجع تاني من نفس المكان اللي بدأت فيه رحلة الاعتقال. جيت أختم مسيرة الاعتقال وأبدأ حياة جديدة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله أن ربنا يكتب لنا الأجر ويعظم لنا في ميزان الحسنات إن شاء الله رب العالمين. تقبل منا ما بذلنا وقدمنا وسائر أبناء شعبنا. الله يتقبل من الجميع، وربنا يصبر الجميع ويربط على قلوب الجميع، لأنه حجم الألم والأسى والدمر اللي أنا شايفه أعظم من أن يوصف.